السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة المنهج الفضائية، تظاهرة الإصلاح وشهداء الإصلاح ومن سقط شهيدا تحت نصب التحرير أو نصب الإصلاح. الشهيد علي الواسطي الذي توفاه الله وتغمده الله برحمته سقط صريعا تحت نصب الحرية. كان بمعية والده الذي خرج معه في دعم مشروع الإصلاح لسماحة السيد القائد مقتدى الصدر، بل لمجمل الإنسانية. اليوم سنكون بمعيته وكيف من الله عليه أن يرفع ابنه إلى الله شهيدا. حياك الله أبو علي. حياك، جزاك الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد. السلام الله عليك يا أبو عبد الله. أبو عبد الله قال: لا خرجت أشرا ولا بطرا، ولكن خرجت لأجل الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشروع الإصلاح مستمر إن شاء الله، ما ينتهي ما دام أكو مفسدين أكو مشروع إصلاح بلا شك. أي أبو علي، كيف صارت الحادثة ومتى وشلون رفعت جثة علي ابنك رحمة الله عليه؟ الله يرحم والديك. علي كان صفه يمشي، يعني بيناتنا متر واحد مو أكثر، متر واحد. ضربوا صوتيات أول مرة، اثنين قذيفتين صوتية. نعم صوتي. أي ثالث طلقة ضربوها وقعت بابن علي. ثالث طلقة ضربوها بعلي. ثالثة بعلي بعينه اجت. مع العلم احنا بعيدين، يعني لا واصلين جسر اللي تريد. وين كان المكان ابو علي بالضبط؟ بساحة التحرير. ساحة. اي والله بنفس الساحة يعني. حتى ما خارجين من الساحة احنا، بنفس الساحة. نعم. زين. ابني بصفي ضربوا دخان لي فوق، انا على الدخان شفت شيء ضربوا ابني وابني وقع للقاع. نعم. باوعت لقيت ابني واقع بعينه، هاي مال مسيل الدموع. بل. الغازات. بل. معروفة حجمها هي. بل فعلا. حجمها طبعا انا هيش لزمتها بايدي، طلعتها من عينه، شلعتها من عينه. مال. وجرحتنا هذا جرح. والله جرح شلع يلا شلعت. انت طلعتها من عين علي. يعني انا من باوعت له بصراحة، والله الله شاهد علي. اول ما باوعت له شفت هاي المقذوفة بعينه، صار امامي بس شيء واحد، وهو بس سهم ابو الفضل العباس. سهم ابو الفضل العباس اجى ببالك وانت تودع ابنك بنص ساحة التحرير. والله بس شفته واقع، وشفت هاي المقذوفة بعينه، ما صار شيء قدامي، بس شيء واحد، بس سهم ابو الفضل العباس. والله يعني هاي مو لا ارد اغالي بها او كذا، وانما شيء بداخلي انا حسيته مباشر. ابو علي، المغرضين والكل يعرف، او حتى ربما نسميهم الشامتين. البعض يعني روج لفكره، حتى يعني لعله جهات يعني حكوميه روجت لفكره انه كانوا يحملون السكاكين وكانوا يحملون. الكل من نعم الله راى ان علي كان يحمل ورده وعلم عراقي. اولا دخول المتظاهرين ما كان عشوائي، كان منافذ مخصصه لدخول المتظاهرين. فعلا باعتبار خطه امنيه. خطه امنيه. بعدين اكو خطوط للتفتيش، مو خط واحد، خطوط مال جيش، خطوط مال شرطه، خطوط مال ناس مدنيين يفتشون. بعد خطوط الشرطه. نعم. اكو خط ما ادري خطين، ذولا مدنيين يفتشون العالم. فما معقوله واحد شايل سكينه ما يطلعونها من عنده، هذا شيء مستحيل. وهذا يعني يردون يوهمون به الناس والمجتمع لا اكثر. ابو علي، بعد ان سلمت تماما لامر الله وانه علي شهيد رحمه الله عليه، الحمد لله ان شاء الله، باقي اخراج الجثه. احنا بعدين متابعين الجثه تاخرت حتى بالطب العدلي. اي والله اخروها بالطب العدلي، تأخرت يوم وباتت بالطب العدلي الثاني يوم، وتقريبا لحد الساعة بال10:30 حوالي هيك، القريب من 11 يلا انطونا اياها تقريبا الجثة. اي والله.
وتم التشييع من بغداد وإلى واسط وإلى مثواه الأخير طبعا. أبو علي، احنا يعني عادة اللي يودع له عزيز سيما يكون ابنه ومثل علي، يعني عادة يكون عنده ردود أفعال معينة ربما هي حتى يعني تكون غير منتبه لها. الكل يعرف أنه أنت جنابك على المغتسل حين يعني علي تردد الوطن يريد. نعم. أنا قلت الوطن يريد والدين يريد والمذهب يريد، وأقدم تعزية للإمام الحجة عجل الله فرجه وللمرجعية الرشيدة وإلى سماحة السيد القائد، وإحنا ماضين على مشروع الإصلاح مهما فعلوا. ما ترجعنا، لا ترجعنا مطاطياتهم ولا مقذوفاتهم ولا رميهم الحي هذا اللي ضربوا به شبابنا. أنا ابن علي بالسادس علمي. بالسادس علمي؟ والله بالسادس علمي، وعاد سنة قاعة الامتحان ما دخل لها العام. يا ليش ما تدخل؟ قال ابوي اعرف نفسي يجوز اطلع 80 85 ما تفيد، ما ادخل. الحيل قال لا خل اعيد وبلكي الله اطلع معدل زين. توكل. ابو علي رحمه الله عليه متزوج؟ لا بعده. بعده والله ناويين له على اساس على زواج. اي ناويين على الزواج، بس ان شاء الله حور العين هناك. نسال الله له الجنان بحق محمد وآل محمد. أعزائي مشاهدي قناة المنهج الفضائية، هذا كان والد الشهيد علي العيساوي. بلا شك سنكون مع بقية أفراد عائلته أو أبناء عمومته الذين كانوا بمعيته يوم التظاهرات. ابقوا معنا. حياكم الله. عم الشهيد علي العيساوي الذي كان أيضا بمعية ابن أخيه علي تغمده الله برحمته الواسعة، وقد شاركه التظاهر ضد الظلم والطغيان في مشروع الإصلاح، وأقول له حياك الله. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمامنا علي عليه السلام: إذا فسد الزمان ساد اللئام. نعم. وإذا ساد اللئام أخذ الكرام. أخذ الكرام. نعم. ذهبنا في هذا الطريق ملبين لدعوة القائد المجاهد الحبيب اللبيب السيد مقتدى المصلح. ذهبنا لنغير هذا الفساد. نعم. آخذين معنا فلذات أكبادنا على أكفنا. فعلا. وهذا خير دليل على مصداقية المتظاهرين. نعم. وسلميتها. ما حاملين معنا أي شيء غير الأعلام بس العراقية، بس العلم والأنفس الطاهرة. حينما تنظر إلى المتظاهرين يشهد الله، كما يقول نورهم يسعى بين أيديهم، أناس طيبون ذاهبون إلى الإصلاح وتخليص البلاد من هذه الطغمة الفاسدة. بلا شك. كيف كان الموقف يعني باعتبار أنه أنت عمه ولعله بمعية أبوه أيضا، وأول شهيد بالحرية في تلك التظاهرة كان علي رحمة الله على روحه؟ أولا يزيدنا فخر بأن علي يكون شهيد. الشيء الثاني أنا عمه وإلي نية أزف بيدي مهين أمرنا، يشهد الله. وتعرف ربيناهم صغار وكبرناهم، يعني معزتهم وعلاقتهم ويانا. أنا عمه أصيح لأبويا، عمامه يصيحون لأبويا، وعلاقتنا يعني تربية آل الصدر. بعد ما نمدح نفسنا، نحمد الله من شكره، يعني حنية وطيبة وإخلاص ومشهود المنطقة، ونحمد الله من شكره. عندما سقط علي طبعا سقطت قلوبنا معه، يشهد الله. علي كان أمامي أثناء إطلاقة المقذوف، سمعت صوت المقذوف وسقوطه في وجهه، وقع. نزلنا علي أنا والوالد والده، قابلنا شلع المقذوف من عينه وشموره. الغازات ضايقتنا، ما عرنا أهمية، ما أدري مساعدة رب العالمين سبحانه وتعالى. آمنت بالله. إيه. الغازات ما عرنا كل أهمية. أخوتنا وولدنا يعاونونا، وانتقلنا به مسافة طويلة. يعني المفروض من الدولة هيك تظاهرة محمية مشروع بها غير. نعم. إسعافات، حماية مضبوطة،
بحيث واحد من يوقع، من ينجرح مثلا، نعم. ينقل. يعني هو عادة بكل دول العالم ومن خلال متابعتنا فعلا. أنه عادة بالتظاهرات تكون هناك يعني جهات هي مثلا جهات طبية، جهات ما شابه سيارات الإسعاف نعم. ومن هالقبيل. نعم. أنتم ورا ايش قد يلا قدرتوا مثلا يعني تسعفون علي؟ مشينا به مسافة حاملين أكثر من 500 متر إلى أن وصلنا لسيارة إسعاف معك طبعا، سيارة نجدة، وجزاهم الله خير الجزاء، ودونا للمستشفى بطرق مسددة. ما وصلنا بسرعة، يعني تقريبا ساعة ونص. جميل. أي، فأختم كلامي هذا بقول إمامنا الحسين عليه السلام: هون علي ما نزل بي، ما نزل بنا إنه بعين الله، إنه بعين الله. أعزائي مشاهدي قناة المنهج الفضائية، هون ما نزل بهم أنه بعين الله. تلك الثورة الإصلاحية الحسينية. سنكون أيضا بمعية باقي أفراد عائلته، ابقوا معنا. مرة أخرى أعزائي مشاهدي قناة المنهج الفضائية، حياكم الله. الأستاذ علي كان بمثابة المشرف على بعض الدروس الخصوصية ربما على مستوى الأكاديمي للشهيد علي العيساوي رحمة الله عليه، وأيضا كان بمثابة صديق وأخ له، جمعهم الله تحت خيمة آل صدر الكرام. حياك الله أستاذ علي. حيا الله الجميع. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في كتابه؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. زين العابدين سلام الله تعالى عليه ماذا يقول؟ يقول: القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. الشهيد السعيد محمد صادق الصدر المولى المقدس ماذا يقول؟ يقول: من مات وعقيدته صالحة فهو شهيد. فالشهيد علي رعد العيساوي 18 سنة عمره، 18 سنة، رجل أبيض خالي من الذنوب. عندما كان يكلمنا الله شاهد، ما سمعته في يوم من الأيام قال لي مثل باسمي على كل أبو مقتدى. صاحب خلق رفيع، مجتهد في دروسه، ساعد الله إخوانه وأولاد عمه على هذا المصاب الجلل الذي فقدناه كمنطقة. زين، سادس علمي وأجل هذا العام، وجوز الوالي السيد الوالد أشار، والده أشار بأنه عاد سنة في سبيل تحسين المعدل، رفع المستوى، الحصول على شهادة عالية جدا. طبعا بحضور الوالد دائما كان يستشيرني في بعض الأمور. بلا شك صديق وأخ. أدخل دورات، أتكلم كذا، ماذا أقول، أمور في بعض الأحيان إشكالات دينية تطرح علي في الإعدادية، في إعدادية الكوت وأحد الطلبة يأتي فيستشيرني، قالوا لي الطلبة كذا وكذا، والله فقدناه، والله يكون بعون أهله وأقاربه. ومع ذلك بما أن فقد العزيز والأخ صعب على الأهل، لكن هذا الرجل أصبح مفخرة لمن؟ على المستوى الخاص لأهله وأولاد عمومته، على المستوى العام لقرية طويسات بأجمعها، بل لمحافظة واسط. لماذا؟ لأن هذا الرجل قد خطى الخطوة الأولى، وهي شنو؟ الشهادة في سبيل الإصلاح. ترى كلمة الإصلاح مو هينة أبدا. الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه خرج للإصلاح، فهنيئا له هذا الشهيد السعيد الذي سار وخطى لنا الخطوة الأولى في هذا الطريق. طريق من؟ الحسين، ومن بعده الأئمة المعصومين سلام الله تعالى عليهم، ثم الشهيد الأول السيد محمد باقر الصدر، والشهيد الثاني السيد محمد صادق الصدر، وسماحة السيد مقتدى الصدر أعزه الله بعزه. فهذه رسالة نيابة عن إخوانه وأولاد عمومته ووالده وجده وكل الأحبة، نوصلها أو نريد أن نوصلها إلى سماحة السيد، بأن هذه الأجيال الصغيرة أولاد عمومته أعمامه سائرون وباقون في مشروع الإصلاح، وموالون لسماحة السيد مقتدى الصدر لسبب واحد فقط، لأنه يطالب بإحقاق الحق ومن أجل الإصلاح والقضاء على هؤلاء الفاسدين. إذن نحن سائرون، وعلي قد وضع اللبنة الأولى على هذا الطريق، وأصبح صدمة لنا، بحيث ماذا؟ أيقظنا من بعض السبات بأن الدم هو الذي يخلد، والظالمين والفاسدين نهايتهم في مزبلة التاريخ. إذن أعزائي المشاهدين الكرام، دم علي رحمة الله عليه كان بمثابة القميص، قميص يوسف الذي رد البصر والبصيرة، حفظ الله بصر وبصيرة أهله وذويه، وكان الله في عونهم.
ابقوا معنا. أعزائي مشاهدي قناة المنهج الفضائية، عم الشهيد علي رحمة الله عليه يريد أن ينقل من خلال تلك الكاميرا رسالة إلى سماحة السيد القائد مقتدى الصدر حفظه الله ورعاه باسمه وباسم أبناء عمومته وباسم عشيرة آل عيسى. نعم علي. نعم، باسم الشهيد السعيد علي رعد العيساوي وباسم قبيلة آل عيسى، نعم، أحب أنقل رسالة إلى سماحة السيد القائد المجاهد الحاج مقتدى الصدر، وأقول نظل ابن الصدر خوان، إي مو أنصار ولا أتباع، لا خوان، وتعرف معنى الخوة شنو. أقول نظل ابن الصدر خوان على عناد الوهابية، وغصبا على الأمريكان نحيا نموت صدرية. عم نظل ابن الصدر خوان على عناد السياسية، وغصبا على الأمريكان نحيا نموت صدرية. والله ما نرضى بالذلة ولا نطخ الراس، وحررنا الصدر من كل عبودية. قال اليوم بيكم لنصر الإسلام، إيه قال اليوم بيكم لنصر الإسلام، وبيكم الأخذل السز اليهودية، وعلى راس نشيل ابنك يا سيد محمد، سنشيل ابنك يا سيد محمد، على راس نشيل ابنك يا سيد محمد، على راس نشيل ابنك يا سيد محمد. أهلا وسهلا بكم وقناتكم الموقرة قناة المنهج الفضائية، شرفتونا وحليتوا علينا ضيف عزيز إن شاء الله. الله يسلمكم. عراس شيلة، بلا شك أن مقتدى صدر أعزه الله بعزه يمثل كل خارطة العراق. شكرا لآل عيسى، شكرا لما قدموه من دم في سبيل مشروع الإصلاح. نسأل الله أن يتغمد شهيدهم بأوسع جنانه، وأن يكتب السلامة لباقي الجرحى، وتغمد الله باقي الشهداء برحمته الواسعة. كنا معكم من قرية طويسات غرب مدينة الكود، هيثم الزبيدي لقناة المنهج الفضائية. للسيد القائد، نعم للسيد القائد، نعم للسيد القائد، للشهادة وياك سيد مقتدى، للشهادة وياك سيد مقتدى، والحسين هناك يتلقانا، للشهادة وياك سيد مقتدى، للشهادة وياك سيد مقتدى، والحسين هناك يتلقانا، للشهادة وياك سيد مقتدى، للشهادة وياك سيد مقتدى، والحسين هناك يتلقانا.